الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالرياء مرض خطير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، ولذلك قال في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. المطلع على القلوب ربنا عارف انت بتعمل ليه. في بعض الناس رايحة رياء، يعني مثلا رايح جنازة يقول لك يا ريتني ما رحت. ليه يا عم؟ هو مش رايح لأن ده حق المسلم على المسلم؟ لا، يقول لك فلان ما لقيتوش واقف في الصف. يعني انت رايح لفلان مش رايح لله. طب ما ده رياء والعياذ بالله. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن الرياء قالوا ايه هي أسباب الرياء؟ قالوا أول سبب من أسباب الرياء الجهل. شوف أبو الحسن قال: الناس ثلاثة: الأولياء باطنهم أنقى من ظاهرهم. الباطن بتاعهم أنقى بكتير من الظاهر للناس. والعلماء يستوي عندهم الظاهر والباطن، ده العلماء. أما بقى الجهال إيه اللي عندهم؟ فعندهم أن الظاهر أسوأ من الباطن. هو بيعمل اللي يرضي الناس مش اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هو عايز محمدة الناس وثناء الناس. يبقى أول سبب من أسباب الرياء الجهل. الحاجة الثانية قالوا حب الجاه. ده بيعمل عشان الدنيا، وده يا حاجة من اتنين: يا إما طلب دنيوي يا إما طلب ديني. طلب دنيوي يعني عايز ايه؟ عايز منصب، عايز مكانة، عايز جاه بين الناس تتكلم عنه. ولذلك شوف ربنا قال في القرآن الكريم ايه: تلك الدار الآخرة نورثها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. تواضع وخلي عملك لمين؟ لوجه الله. أما الثاني اللي عايز بقى يتباهى بالعلم بتاعه، النبي عليه الصلاة والسلام حذره، قال: من تعلم علما يبتغى به وجه الله. يبقى العلم يكون لمين؟ لوجه الله عز وجل. فالتمس به الدنيا لم يرح رائحة الجنة. مش هيخش الجنة ولا يشم ريحتها. ليه؟ لأنه مرائي. العلم بتاعه عشان الدنيا مش هينفعك. الحاجة الثالثة اللي قال عنها ايه؟ الطمع والأثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غزا يلتمس عقالا فله ما نوى. يعني ايه؟ اللي بيغزو عشان طلب دنياوي حتى لو عقال. العقال ده الوتد اللي بيضرب في الأرض للجمل. لو ده بنيتك هتاخد أجرك، لأن انت مش بتعمل لله، انت بتعمل عشان عايز غنايم، عايز مال، فأنت وما نويت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الطمع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. الطمع بيخلي الإنسان يرائي الناس والعياذ بالله. خد بالك من الحتة دي. الحاجة الرابعة من أسباب الرياء اللي هي إيه؟ أن يخاف من الذنب. ازاي الناس هتتكلم عليا؟ الناس تقول عليا ايه؟ هيبقى منظر ايه قدام الناس؟ مش هيبقى منظر ايه قدام الله. لا، هو عايز الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله. انت اعمل اللي يرضي ربنا، لان الناس عمرها ما هترضى عنك. يا اخي الناس رضيت عن النبي نفسه، مش كل الناس رضت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال له كده في القرآن: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هيتكلموا عليك الناس مهما تعمل مش هترضيهم. ولذلك النبي قال كده: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله، ومن التمس سخط الله
برضا الناس وكله الله إلى الناس. ليه؟ لأنه عايز الناس تحمده، لا مش هتحمدك. الناس هتقول عليك كلام مش كويس، بس في الآخرة هتلاقي نفسك خسران والعياذ بالله، لأن ربنا قال كده في إبراهيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. طيب إزاي أعالج الرياء؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.